عناوين عريضة وكبيرة للقمة المرتقبة غدا إن شاء الله عندنا بالكويت في دورتها ال45، قمة خليجية، يعني كل أنظار العالم تتجه هذه القمة. تأكيد واضح من دول مجلس التعاون على أهمية سيادة دول مجلس التعاون، وعندما يتم التطرق إلى خور عبد الله فهذا ليس بشيء جديد. يعني هناك طبعا لا شك أن كان خلاف ونزاع كويتي عراقي على منطقة خور عبد الله المائية، الملاحة المائية، فهذه الآن صدر قرار واضح من مجلس الأمن حمل رقم 833 في عام 1993، واضح قسم الملاحة المائية في خور عبد الله بين الدولتين، وتم الاتفاق حتى لدى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي آنذاك، وتم التصديق عليه عام 2013. أيضا هناك اتفاقية ثنائية بين الكويت وبين العراق حول نفس الموضوع خور عبد الله، وتم التنسيق والتوافق ما بين وجهات النظر واعتماد ما تم بحثه في هذه الاتفاقية الثنائية، وكان هذا في عام 2012، وأيضا تم التصديق عليه من قبل البرلمان العراقي في 2013. إذا نحن نتحدث الآن عن مواثيق، عن قوانين، عن قرارات صدرت، فما تأمله الكويت اليوم. يعني ليس فقط نقف عند هذه النقطة. الحديث الآن تم تقسيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق فيما يتعلق بخور عبد الله، وخلصنا الآن مجلس التعاون لا سيما الكويت تنظر إلى ما بعد النقطة 162 اللي هي يجب أن نضع الأوراق ونفتحها مرة ثانية من أجل يكون الترسيم مائي حدودي بين الدولتين. فهذا ما نأمله الآن. يعني العقبة التي ربما لم يكن نتوقعها عندما المحكمة العراقية طلعت قرارها وقالت ما نعترف بقرارات هم صدقوا على الحكومة العراقية صدقت عليها، فالآن الكويت تأمل من العراق أن تتجاوب مع المواثيق والقرارات الدولية. واحد. الشيء الثاني هو الاستمرار في ترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة 162. نعم.